المرأة بتتمتع بصفات في الشغل اكتر من الرجاله، وده اكيد باعترافكم، لان لو قارنت ما بين واحده وواحد في شغل هتلاقي اللي هي والله اكتف. ما انا ما بشوفهاش كده، بشوفهم كلهم زي بعض، اللي عايز يبقى كويس بيبقى شاطر، واللي تعبان هيفضل تعبان لا يعني. صدقني. يعني انا لا، انا ما بفرقش يعني. ممكن يبقى بالنسبه لي واحده شاطره جدا وواحد كسول فهي امم اشطر، او العكس، ممكن واحد شاطر جدا وواحده كسوله فاشطر. يعني ما بحسبهاش كده، بس يعني انت شايفه ان انا انتوا بحكم تعاملي مع مسؤولين ان لا، الستات اشطر؟ لا طبعا. إيه، يعني مش حكايه اشطر، لما احنا نحط حاجه في دماغنا لا عايزين نعملها وبنعملها بضمير قوي، بنعملها يعني معترض شكلك، بس دي حقيقه لا بينك وبين لا، نفسك انت هو مش قصدي، مقتنع. لا والله، انا يعني ما عنديش مشكله في فكره الستات والرجاله، بس آه. بقت عندي مشكله ان الست عايزه تعمل يعني ت... مش كله اكيد، بس يعني عايز تاخد كل حاجه، اللي هي ايه، اللي هو انا اندبندنت وست وسترونج وقويه، وفي نفس الوقت لا انت راجل وانت ولازم اتدلع ولازم اسمع. يعني الست عموما كست مش في الشغل بس، م. بتدور على على كل حاجة في وقت واحد، وده صعب. لا الراجل مش صعب. يعني الراجل بيشتغل وبيتعب وكذا وكذا وكذا، بس بيبقى بيستنى حد يطبطب عليه. النهارده بقى مين هيطبطب على لا الاتنين؟ بالعكس، مين قال كده؟ يعني ده امكانيات. يعني انا مثلا في الشغل غير مع لا انت اصحابي غير مع حضرتك ده. عشان لسه ما اتجوزتيش، تمام. فانت حضرتك لما تبقى عندك بيت واسرة واطفال وزوج، ومع شغلك وتدريسك والدكتوراه والمجلس بقى خلصت خلاص الدكتوراه كله. يعني الانشغالاتك بالجانب التشريع او جانب القوانين، او ما دي بقى هتعرفي ترجع، تعملي كل لا ده مع ما بعض دي ترجع انا كويس؟ اقدر اولا باختيار شريك الحياه اختاره بطريقه معينه، اللي هو مش جواز وخلاص، لا ده شريك حياه. يعني بيبقى فيه اللي هو تفاهم يعني في كله، حتى في الانجاب. يعني مش موضوع يلا اتجوز واخلف، ولا انا قادره اتجوز ولا انا قادره اخلف، والاقي نفسي فجاه ولا عارفه اتعامل مع الزوج ومش عارفه اربي العيال. بلاقيها كتير. لا كل واحد عارف امكانياته، او رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. انا مسؤول عن روح سواء تمثلت في راجل او في طفل، فلا هو يعني ليه حقوق وليه واجبات، وكذلك انا وهو والطفل برضه. لكن اجيبه اسمي ان انا اتجوزت في مجتمع وعندي طفل ومش بسأل فيه، وزوج مش بسأل فيه، لا انا كده ابقى فاشله، مش ناجحه، ما اسميش بقى امراه قويه، ولا لا لا، يعني الناس فاهمه غلط. يعني انا بالنسبه لي امراه قويه اللي هي قادره تدي، وده نوع من انواع النجاح، ان انت تعمل بالانس في حياتك. ان انا حياتي العاطفيه والعمليه ما فيش حاجه تاثر على حاجه، اثرت حاجه على حاجه يبقى انا فاشله. والراجل كذلك، يعني الراجل بيبقى ناجح في شغله وفاشل في بيته. انا بالنسبه لي هو مش ناجح، هو فاشل. لكن في ناس بتبقى عامله بالانس، اللي انا مجرد ما ادخل البيت بقلع الثوب الوظيفه ايا كانت هي ايه، مذيع، اعلامي، وزير، واتعامل مع الشخص اللي معايا في البيت خلاص بالانثى اللي جوايا، وكذلك هو يتعامل بالراجل اللي جواه. لكن ما ينفعش ان انا اتعامل بقى لا انا نائبه وانا دكتوره، لا ما ده مش هينفع. طب انت شايفه ان زياده حالات الطلاق والانفصال والحاجات الكتير اللي بقينا بنسمع عنها مم. زياده عن اللزوم دي، شايفاها سببها ايه؟ سببها الاساسي الاختيار الخاطئ، ده اول حاجه. العشوائي. انا بسمع دلوقتي الناس قبل ما تتجوز بتفكر في الطلاق، يعني هتجوز عشان اطلق، دي بسمعها كتير طب هو قوي. اتجوز ليه ولا اتجوزت ليه؟ بالظبط، اللي هو تجربه، يعني عارف اللي هو يا ايه. سلام. انا اتجوز ولما اطلق، ليه حاطين اوبشن الطلاق ليه بقى من ضمن الخطوات؟ اه إيه لا اصل عشان لما اجي اتطلق وبقت كوميكس تكتر اه، في نتجوز الموضوع بسرعه ده. عشان نلحق نتطلق بدري، بالظبط، اه. احنا بناخدها هزار بس هي بتبقى مقصوده. ان بتخليك، لان ده عامل نفسي الناس مش واخده بالها منه، ان انت بتعتبر ان انا ما فيش حاجه غلط عملتها، انا اتطلقت عادي، ما كلنا بنتطلق، ايه ده عادي، لو ما عجبنيش اغيره. والراجل يقول اغيره. دي بتتقال، ولو ما عجبنيش اغيرها. ما الرجاله كتير، ما الستات كتير، كلها افكار سوشيال ميديا طبعا. بقت يعني بقت محساك ايه، ان عادي، ايه رجاله قفا ويشيل، ايه ده قال لك لا يا ده. فخلت عندك مفيش مسؤوليه، خلت عندك ان انا حاسس بارتياح. زمان بقى كنت تخسر واحده، لا انا مش هتجوز طول حياتي، امم. وهي لا انا مفيش غير فلان لا اما مش هتجوز. لكن السوشيال ميديا حسستك ان انت الناس كلها قاعده معاك تيرن اوفر سريع. بالظبط. اه. فالسوشيال ميديا مدمره بلس الاختيار الخاطئ والتسرع في الاختيار. ان انا مش عارفه اتجوز ليه. يعني لو جيت سالت اي واحد انت بتتجوز ليه يقول لك ما اعرفش. في اللي يقول لك اهو اجرب، بتتقال كده، دي مش يا اجرب. جماعه مش تجربه. تمام. والتجربه دي بينتج عنها اطفال ما لهمش ذنب في اللي بالظبط بيحصل. بالظبط. نكمل القضايا اللي في محاكم الاسره عايز تجرب جرب بس من واللي غير بيحصل. اطفال. لو انت عايز تجرب وتشوف ايه فكره الجواز دي اوكي، بس ما نجيبش اطفال. لكن جبت اطفال انت كده ملزم، لا انت ما فيش حاجه اسمها اطلق بدون سبب.
لمجرد ان انت عايز تغير. انا زهقت، في ناس تقول لك انا زهقت، يعني ايه انا زهقت؟ فبسمع كلام كتير بيتقال، احنا ما عندناش ثقافه الجواز ولا الارتباط ولا ثقافه ازاي ده ثقافة المناقشة، بالظبط. يقنعك تشتمني هو ده. يشتمك يعني. فانت منتظر ايه لما انا اصلا مش عارفه انا بتجوز ليه، ومش عارفه انا بطلق ليه، ومش عارفه انا اخترت الشخص ده ليه؟ فيقول لك هو اصلا غلبانه. يعني ايه يعني ده سبب كيف ان انت تتجوزها؟ واحده تانية تقول لك والله اصلا إيه يعني بيضحكني. بيضحك. لا بلاش ايه. مثلا بيضحكني دي اتقالت كتير. اه بيضحكني، ما اللي بيضحكك ده او دمه هيبكيكي. خفيف، اشياء دمه خفيف. دي كلها اسباب اللي هو دي واحد يعني اقعد معاه في قعده اوكي، لكن يعني زمان كان مثلا انا لما اسمع الناس الكبيره وهي بتقول لي تختاري ازاي، كان يقول لي ايه تختاري حد يعني تفكري ان هيبقى معاكي 24 ساعه وشك في وشه. الواحد اذا كان الواحد مش طايق نفسه. فدي الفكره دي خلتني اقفل اه 24 ساعه، لا ده ده انا كتير. مش طايقه نفسي اصلا. بالظبط، اللي هو ايه ده كان زمان يقول لك كده، شخص ان انت بتستحمله، شخص ان انت قادر تديله، شخص. فالاختيار بيخليك ان انت لا، وانا قاعده مع الشخص ده هو فعلا انا هقدر استحمله 24 ساعه فعلا. في ناس تقول لك انا ما اقدرش اعيش من غيره. تمام، بتتقال مثلا كتير. وفي حد يقول لك ده انا ما كنتش طايقها في الخطوبه، ده انا كنت بستنى الوقت يعدي عشان تمشي. طب ليه يا بابا اتجوز ده؟ اه عشان بتعرف تربي العيال. دي بقى الجمله اللي هو انت طب ما تجيب صلاة النبي. مربيه اصلا بتعرف تربي العيال. يعني ايه انت عرفت منين هي ما بتعرف لا تربي مش العيال؟ هيطلعوا اسوياء الا لو انتوا الاثنين بتحبوا بعض. بالظبط. لا وانت عرفت منين هي بتعرف تربي العيال؟ يعني اه ده انت مش بتكتشف وهي بتكتشف.